تفتكر الفراعنة كانوا بس بيبنوا معابد وأهرامات؟ لا، كانوا كمان بيعرفوا يلعبوا في لعبة اسمها سنت، أقدم لعبة في التاريخ شبه الشطرنج، واللي كان بيلعبها مش أي حد، ده الملوك والكهنة نفسهم. اللعبة دي اتوجدت من أكتر من 5000 سنة، وكانوا بيستخدموا لوحة عليها 30 خانة وحجارة صغيرة ويتحركوا فيها بخطوات زي النرد. لكن الغريب إن اللعبة مش مجرد تسلية، في برديات بتقول إنها كانت رمز لرحلة الروح بعد الموت، يعني كل حركة جوه اللعبة كان ليها معنى ديني وعقائدي كبير. الملوك كانوا بياخدوا لوحات سنت معاهم في المقابر عشان يكملوا لعبها في العالم الآخر، وده يخلينا نسأل، كانت لعبة فعلا ولا اختبار للروح عشان تعدي لمرحلة تانية؟ الغريب إن علماء كتير حاولوا يفكوا قوانينها بدقة، بس لحد النهاردة محدش عارف القواعد الكاملة للعبة. يعني ممكن تكون لعبة وممكن تكون مفتاح لعالم تاني. انت بقى لو لقيت لوحة سنت فرعونية هتجرب تلعب